كل واحد فينا عنده راي او تصور على كيفاش بغى مدونه الاسره تكون، ولكن جلاله الملك من بعد ما توصل بمقترحات المدونه كلف العلماء باش يعطيو رايهم الشرعي فيها ويصدروا فتوى بهذا الخصوص. الاخبار وما فيها بزاف ديال النقط في مدونه الاسره خلقت نقاش كبير في المجتمع، بحال قضيه الارث، زواج القاصرات، التعدد والولايه على الابناء. ومن بعد اشهر من النقاش السياسي والاجتماعي والمشاورات الموسعه على التعديلات المرتقبه في مدونه الاسره، اليوم وصل مسار اصلاح المدونه لمحطه حاسمه، بحيث كلف الملك محمد السادس بصفته امير المؤمنين المجلس العلمي الاعلى بدراسه المقترحات اللي تتعلق بالنصوص الدينيه واصدار فتوى بهذا الخصوص. واش خبرك بان المجلس العلمي الاعلى هو الجهه الوحيده المؤهله لاصدار فتوى وهي اللي تعتمد المغرب رسميا؟ وباش نزيدكم راه فيها خيره العلماء المغاربه. وطلب الملك من المجلس العلمي استحضار مبادئ واحكام الدين الاسلامي ومقاصده السمحه والاعتماد على الاعتدال والاجتهاد، واكد عليهم على اهم نقطه تيركز عليها: لن احل ما حرم الله ولن احرم ما احل الله. الهيئه المكلفه بمدونه الاسره تشاورت مع كل الاطياف والمؤسسات، واليوم اشراك العلماء في الكلمه الاخيره غادي يخلينا متاكدين ان تغيير مدونه الاسره غادي يواكب تطورات المجتمع المغربي في ظل ثوابت الدين الاسلامي.